السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بحبكم في الله كل متابعيني، وبتمنى تلاقوا عندي كل جديد ومفيد في بساطة وشياكة. تعالوا شوفوا النهاردة الفيديو ده جديد، يعني ما هوش شغل كروشيه ولا شغل هاند ميد. يعني لا يعنيني، كيف لا يعنيك يا مولاتي؟ طبعا الإفيه ده واخد ترند. تعالوا كده نضحك شوية ونتكلم جد شوية. بس بصراحة أنا عاملة الفيديو ده من غير أي دعاية لأي ماركة زيوت ولا الكلام ده كله. أنا عاملاه كده لأن أنا جربته، وزي ما وعدتكم وقلت لكم إن أنا لما بلاقي أي حاجة حلوة بحطها كده. اعتبروها كده حاجة لحبايبي ومتابعيني. طبعا انا جبت الزيت ده هو لبنتي الصغيرة، فهو جميل جدا، خطير خطير. ما هوش يعني دعاية لأي شركة ولا أي كلام من ده، لا. فأنا حبيت الكل يستفيد وأقول لكم إيه اللي حصل معايا. لا، ده بيفك التشابك وجميل جدا. أنا معايا بنت الصغيرة عاملة شعرها كاريه، فبتحب تسرح شعرها كل شوية، فاستعملناه وكده، فجميل جدا. أنا هجيبه كده عشان إيه تشوفوه. فهو جميل جدا، فأنا حبيت يعني إيه اللي يحب ياخد بنصيحتي ويجربه يبقى كده إيه حلو إن شاء الله. وما تنسوناش بقى، مش هقول لكم لايك ولا اشتراك، اعملوه لنفسكم يا جماعة، والله بنتكسر عنهم. احنا بنطلب اللايك والاشتراك، وبعدين دي حاجات بسيطة يعني يعني بسيطة خالص. فبس اقول لكم مش هطلب لايك ولا اشتراك، انا اطلب الدعاء كده، تدعوا لي ان شاء الله. اللي يجربوا واللي يعجبه عجبه ما عجبوش يدعي لي، بس هو هيعجبه ان شاء الله. بصوا بصوا، جميل جدا جدا الزيت ده. بصوا حتى الديزاين بتاع الازازه بتاعته، شوفوا شكلها جميل جدا ومهتمين وجميل جدا. بصوا هقرب من الكاميرا، اقروا كده مكتوب ايه: اعشاب الهند، القرنفل، والسبع بذور، زيت للشعر. جميل جدا، وهو مش دعاية لأي شركة والله، بس هو فعلا حاجة جميلة. وبعدين ده من الأعشاب، يعني حاجة حلوة جدا، ولا بيضر الشعر ولا أي حاجة. ياريت تجربوه وتدعولي إن شاء الله يعني. بس شكل الإزازة جميل إزاي. هتلاقوه فين بقى؟ هنلاقيه عند العطار. طبعا في ناس كتير ما تعرفش ايه العطار اللي هو بيبيع الأعشاب، يعني ما أقصدش في مصر، يعني أقصد دول تانية، اللي هو بيبيع الأعشاب والزيوت والحاجات دي يعني. بقى الزيت ده برضو جميل. بصوا جميل جدا. فأنا حبيت أعمل الفيديو ده لفانزاتي وحبايبي ومتابعيني عشان يستفيدوا ويعرفوا معزتهم ومحبتهم عندي قد ايه. انا بعمل حاجات كده بعيدا عن ايه، عن المحتوى بتاعي، عشان برضو ما نملش ولا نتضايق. يعني هذا لا يعنيني، كيف لا يعنيك يا مولاتي؟ ده زيت شعر جميل. بحبكم في الله، وبتمنى كده تدعوا لنا في الأيام الحلوة الجميلة دي، وإن شاء الله دايما مع بعض ودايما في الخير، وندعي البعض ونحب بعض، وربنا يسهل الأمور وييسرها. ونكون دايما كده عون البعض ومساعدين لبعض ونحب بعض في الله إن شاء الله. وما تنسوناش في الدعاء
مش هقول اشتراك ولا لايك، مش هقول. لو عملتوها كده تمام. يلا اشوف وشكم بخير. كل سنة وحضراتكم بخير. باي.